حلو؟ حلو. طب فين ال 20؟ اول حاجه الكابتن ما قالش لحضراتكم ليه بيتم ضغط الاسطوانه نصها ميه ونصها هواء. هل الهواء ينضغط؟ ينضغط. هل الماء تنضغط؟ الماء ما تنضغطش. يبقى هم بياخدوا الاسطوانه بيحطوها في بير عمقه 30 متر، ما قالش 30 متر، وليه 30؟ الاسطوانه اصلا لو بتنقسم جزئين، هم سيفتي اكتر قال لك 15 عملت اصابات، فهم العمق البير ده قال لك 30 متر. الاسطوانه كميه الميه اللي فيها قلنا عشان موضوع الضغط. ما قالش العمر الافتراضي للحديد، العمر الافتراضي للحديد قال لك 15 سنه ماكسيمم، وفي ناس قالت 10 سنين. الطلاينه قالوا 10 سنين. ادخلوا وابحثوا على الحاج جوجل. اما الالومنيوم ممكن يوصل ل 20 سنه. تمام يا شباب؟ يبقى انا لما اجي اشرح الاسطوانه يا احمد، اسطوانه ما نقولش عليها ازازه، ما اقولش عليها انبوبه. الاسطوانه او التانك او سلندر الهواء او الخزان الهواء اللي معاك ده يا كابتن بودة، خليك معايا. الخزان ده نوع اسمه ستيل ونوع اسمه الومنيوم. الستيل ده او الحديد ده ما عادش موجود لان عوامل الصدى والتآكل فيه بتتم بشكل سريع، لذلك عمرها الافتراضي 10 15 سنه، والشغل بتاع الصدى اللي فيها ده عامل مشاكل، فقال لك خلاص ديت لا يتم اعتمادها ونوقف استخدامها ونشتغل على الالومنيوم. الالومنيوم كانت كاتالينا او كانت لوكسفير او كانت اللي هي الدايب برو، ايا كان الشركه او الموديل انا ماليش علاقه بيه، انا بتكلم على ماتيريال خاص باسطوانه. الاسطوانات دي كلها بتنضغط، قلت لحضراتكم بنعمل لها هيدروستاتيك، بتنضغط الهاي بريشر بتاعها ممكن توصل ل 300 بار، انت بتضغطها عند الراجل في المراكز المعتمده 200 بار 150 بار براحتك، المهم ال 300 دي ساعه الاختبار. هم بيعملوا عمليه حاجه اسمها حساب النسبه في ميه بلون كده او مسائل بلون، لو ازداد يا كابتن كيلو عن 10% يبقى الاسطوانه تمددت بشكل كبير فيها خطوره على اللي هيستخدمها، فبيعمل لها دي كيو او رفض او يخرمها او يقطعها ولا تستخدم. طب هل هناك اختبار للاسطوانه غير اختبار السنوي ده اللي كان 3 سنوات بشكل شكلي؟ بيبص حضرتك في الاسطوانه ويجيب لمبه هواء، لمبه انا اسف ضوء لايت، ينزلها بسلك يا محمود ويبص جوه معاه كاميرا ويراجع الخروم او الحفرات اللي جوه، لو لقى تآكل 2 بس ثقب خفيف في الجدار بتاعها يعدي ال1 مللي بيعمل لها رفض. طب بيبص عليها من بره؟ ايوه بيبص عليها من بره، واحمد علي الناس هيقولها كان قايلها لي قبل كده في مؤتمر او في زي فيديو كونفرنس كده قاعدين مع بعضنا ونتكلموا ونتحدثوا، فاكر؟ وقال حضرتك قلت بيتم مراجعتها شكليا بس انت نسيت. شكليا بتبص على الفالف بتاعها، بتبص على السن بتاعها، بتشيل الفالف ده خالص، بتبص عليها مهبوطه من الجناب ولا لا، بتبص على القاعده بتاعتها لو واخده خبطه مش باينه، بتبص على الماتيريال بشكل عام. ده بالنسبه للايه؟ الفيجوال. طب النهارده الاسطوانات دي حضراتكم مش لها مكونات؟ ناس يقول مكونات الاسطوانه من فوق، من اول عنق الاسطوانه فيها فالف، الفالف ده اللي هو مسؤول عن عمليه ايه؟ التحكم، تفتح وتغلق. في اللي هو الزر او اللي بتسموه ايه؟ انتوا كنتوا حد قال اسمه قدامي بشكل جميل اول مره اللي فاتت، اللي في الفالف سلندر، اليد اللي بتفتح وتقفل بيها سلندر. تمام. طيب اليد اللي حضرتك بتفتح وتقفل بيها دي مش مكون؟ يعني احنا نشيلها لوحدها ولا هي من ضمن الجسم؟ مكون. طيب العمود اللي جوه ده والقلب بتاع الاسطوانه اللي بيدخلوا ببعض عشان يفتح الهواء ويقفله، ده مش مكون؟ العمود والقلب اللي جوه الفالف مكون. حضرتك الاورنج اللي جوه مش مكون؟ مكون. جسم الفالف نفسه مكون ولا مش مكون؟ حتى الطبه الانفجاريه في بعض الفالفات فيها طبه انفجاريه بتضرب الاول بتعمل الطبه الانفجاريه وقت ما يحدث ان هناك مثلا مشكله فبتتفتح هذه الطبه وتعمل صوت يعتبر بيديك الارم، بالاضافه ان انت لازم تكون المراكز دي بقول لكم معتمده اللي تم تتملى فيها بتديك الارم مختلف ولها تايمر، لكن انا بقول الالارم الموجود في الاسطوانه الطبه الانفجاريه في بعض المنظمات زي صاموله كده او مكان يضرب بومس، يبقى انت تقفل الكمبرسور وتقفل الاسطوانه والموضوع سيفت. ده بالنسبه للتانكات. تمام؟ اقفل بقى كده.